السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. مشكلة بتواجه حضراتكم جميعا في البيت، لما بتيجي تكسري بيضة بينزل معاكي ساعات قطع من القشر كده، تيجي تطلعها بالمعلقة بتبقى صعبة جدا ومتعبة ومقرفة بجد يعني. أنا هقولك على فكرة حلوة جدا. هتبلي صباعك بمية وتبدأي تلمسي قطعة القشر بتاعة البيض، إن شاء الله تطلع معاكِ بكل سهولة. لمّا بنيجي نفتح عليها بالصلصة كتير جدًا ما بنعرفش نفتحها، بعد كده بنضطر يعني إيه، نلتجئ لصديق. نشوف حد يفتحها لنا. أنا هاقول لِك على طريقة حلوة جدًا وسهلة جدًا إن شاء الله بسيطة، هتفتحيها بكل سهولة. قطعة ورق استرتش، بلاستيك استرتش في البيت، قطعة صغيرة هتحطيها على الغطا بتاع البرطمان بتاع الصلصة، تفتحيها وتضغطي كويس إن شاء الله تفتح معاكِ على طول. طب لو ما عنديش ورق استرتش، بسيطة جدًا برضه، تحطي إيدِك كلها على البرطمان وتضغطي لتحت، بحيث إن تتفرغي الهوا اللي بين الغطا والبرطمان، وبعد كده تلفيها إن شاء الله هتفتح معاكِ على طول وبكل سهولة. الناس اللي بتحب البيبسي وكولا، دايمًا لمّا بييجي تكوني حاطة حضرتك إزازة في التلاجة وتاني يوم تشربي منها هتحسي إن الصودا بتاعتها قلّت جدًا ومش فيها صودا، ده اللي لمحبي الصودا، تمام؟ حضرتك هاقول لِك على فكرة كويسة جدًا تحافظي بيها على الصودا في الكولا أو البيبسي وما تروحش منِّك. هتقفلي الإزازة كويس جدًا بالغطا كويس، بعد كده تقلبيها على الغطا، يعني ما تيجي توقّفيها في باب التلاجة ما توقّفيهاش كده مضبوطة، لأ اقلبيها الناحية التانية، فبحيث كده الصودا مش هتطلع من الإزازة إن شاء الله تفضل فيها على طول. والأفضل إن حضراتكم تقللوا من موضوع الصودا، لإن الصودا فعلًا غلط جدًا على العظام، بتعمل هشاشة في العظام، كترها غلط جدًا بجد يعني. ممكن حضرتك تستبدليها لولادِك بحاجات مغذية، لبن مثلًا، تستبدليه بعصائر طبيعية فريش في البيت، أي حاجة تانية، وبلاش الصودا الكتير. ناس كتير جدًا بتسألني على موضوع الزيت، أقلي فيه قد إيه، وإزاي أنقيه والكلام ده كله. حضرتك أنتِ الزيت يعني يُفضّل إن أنتِ ما تقليش فيه أكتر من مرّة، لإنه أساسًا بيتأكسد، لمّا بيتأكسد بيبقى غلط على الصحة جدًا. غير كده كمان أنتِ لمّا تيجي تستعملي زيت استعملي على القد، يعني ما تحطيش كمية كبيرة في الطاسة بتاعتِك، استعملي على القد. ولو هو نضيف مثلًا مكان بطاطس حابة إن أنتِ تقلي فيه مثلًا بتنجان أو فلفل، عادي جدًا. لكن لو هو مكان سمك ما ينفعش تقلي فيه كام مرّة. فحضرتِك تبدئي تصفّيه وتبدئي تستعمليه في حاجة تانية، زي مثلًا تعملي بيه صابون أو تدّيه للناس اللي هم متخصصين في الكلام ده اللي بيشتروه بالكيلو، يقدروا يستعملوه بيودّوه المصانع بتاعة الصابون يستعملوه. دايمًا اعملي الحاجة بحُب، وأنتِ بتطبخي سمّي الله، كل حاجة هتسمّي فيها إن شاء الله تطلع حلوة معاكِ. اعمليها وأنتِ مبسوطة ومرضية، أنتِ بتعملي حاجة كويسة لولادِك هتنفعهم وهتفيدهم، واعمليها وأنتِ مبسوطة وبحُب كده إن شاء الله. دايمًا إذاعة القرآن الكريم في المطبخ بتدّيكِ راحة نفسية جامدة جدًا، وبتدّيكِ كده نشاط وحيوية وأنتِ شغالة. يا ريت دايمًا تحرصي إن أنتِ تسيبي راديو صغير كده مفتوح على طول في المطبخ بتاعِك على إذاعة القرآن الكريم إن شاء الله. ما تنسيش حضرتك تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك للقناة. باشكر حضراتكم جدًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.